طبعا كلنا فاكرين المشهد بتاع فيلم تايتانيك، فاكرينه بتاع وفاة الشاب الجميل كده في الآخر، وهو مضحي بنفسه علشان خاطر هي اللي تعيش في وسط الجليد والبرد. مشهد كالقلب مليارات البشر على مستوى العالم كله. و... وطبعا كتير مننا بيتفرج على حاجات في السينما أو على الشاشة، يجي مشهد كده صعب عليه ما عامل كده لأنه في دم ولا في حاجة ولا ايه اللي بوصل الناس بقى للمنطقة دي. لو عرفت مثلا ان بتاع تايتانيك ده انه ده بسين ما هوش المحيط، وان الجليد ده حاجات تانية ما هيش جليد اصلا، وان الموضوع كان بسيط خالص. طب انت صدقت ليه؟ عشان جودة الصنعة دي، عشان الفن مش في ايه بيحصل، الفن في ازاي بقدمه، وهو ده سر الشغلانة. الاهم اللي فيها الصدق، ودي بتيجي من جودة الصنعة. احنا النهاردة هنتكلم عن فكرة التروكاج. ايه التروكاج؟ اللي هي كل الحاجات اللي انت بتشوفها في الافلام والمسلسلات، سكينة، شومة، ضرب، اكل، شرب، كل دي حاجات بتبقى متصنعة، صنعتها بجودة بتخليك تصدق درجة ان ده دم تعمل كده، ان كلنا نعيط الواد هيموت في التلج في المحيط. بس ده جاي منين؟ من الصدق في الصنعة. ضيفنا النهاردة فنان التركاج العظيم الأستاذ أحمد عرابي. مساء الخير يا أستاذ. مساء الخير يا أستاذنا، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب، كل سنة وانت طيب. إيه بقى؟ ايه بقى والله الموضوع إيه بقى موضوع هياخدنا. التركاج ده وإيه حكايته ما وبدأ إزاي؟ إيه بقى؟ التروكاج ده خلينا الأول نعرف التروكاج هو ايه. مم. هو فن صناعة البديل. البديل. تمام. تمام. يعني هم بيقولوا عليه، الخواجات الإنجليز بيقولوا عليه فيك، فيك. والخواجة الفرنساوي بيقول عليه تروكاج. وهي دخلت السينما المصرية من أحد الفرنسيين اللي هم أسسوا صناعة السينما في مصر، اللي هم الإخوان لوميير وبتاع القصة دي. لكن لما نيجي ندور على اللفظ المصري العربي المناسب للنوع ده من الحرف او الفنون، فنقول صناعة البديل، اللي هو بديل عن الحاجة الحقيقية اللي انت مش هتقدر تستعملها في التصوير. يعني بتاع ممثل بيشيل انبوبة، حتى لو انبوبة فاضية وزنا تقيلة جدا، وهو مش البنيان العضلي اللي متعود زي الراجل اللي بيغرد الانابيب في البيت ويروح رافع الانبوبه وطالع الدور الثالث بكل سهوله. له البديل، فنجيب له البديل اللي هو مطابق تماما لشكل الانبوبه الاصليه حجما وشكلا، لكن مش وزنا ومش خامه. يعني ده حديد، ده مثلا ايفا فوم او بوليستر او كاوتش، ايا كانت الخامه اللي هي اتصنعت منها. فده احنا بنعمل البديل ده. هتفاجئ حضرتك ان هو بدأ مع ابو البدايات هو الفنان المصري القديم. الفنان المصري القديم او المواطن المصري القديم هو ابو البدايات في كل الحرف وكل المهن وكل حاجه احنا دلوقتي اسسنا عليها او بنينا عليها من آلاف السنين. كان ايه سبب احتياجه للبديل؟ دي نقطه مهمه. وليه عمل البديل؟ كان احتياجه للبديل حسب المعتقد الديني اللي هو في وقتها يعني عنده، ان هو هيبعث في العالم الاخر وفي حياه ابديه لا نهائيه وفيها كل الرغد والانهار والمحيطات وكل حاجه. لكن هو قعد يفكر، طب انا هجيب الاكل بتاعي منين في العالم الاخر؟ انا هعيش وهبقى بصحه جيده، عشان كده عمل كل التماثيل بتاعته عضلات مفتوله عشان يبعث على الهيئه دي. عمرك ما هتلاقي غير تمثال او اتنين في عصر الاضمحلال وهم فيهم ناس عجوزه. لكن باقي التماثيل كلها عايز يبعث بنفس فهو مقتنع ان هو هيبعث على الهيئه دي. طب يعني هياكل ايه؟ فبدأ يدور على يحط حاجات معاه في المقبره في التف بديلة عن الحاجات اللي هو مش قادر يحافظ يحافظ عليها في سنين طويلة انها هتعيش. هل هيبعث كمان سنتين، كمان 100 سنة، كمان 50 سنة؟ الله أعلم. فبدأ يصنع أنواع المأكولات، ودي موجودة عندنا في المتحف المصري. أنا هسحب معاك شوية بس لأن أنا لا بس ده مهم عشان أنا نبتدي أصل الأمور فين. إنه كانوا بيعملوا
نماذج بديلة عن الأكل الحقيقي وتحفظ معاه في المقبرة عشان تبعث معاه في العالم الآخر. فهو استخدم البديل ساعتها، البديل صنعه بقى من الجبس ومن الحجارة ساعتها. الله. عشان يبعث معاه في العالم الآخر. وفضلت المعتقد ده فترة طويلة إلى أن اكتشف فكرة الحفظ بالتمليح، اللي هو إنه يحافظ على الأسماك اللي مالية البلد بعد الفيضان، في إنها تقعد معاه لغاية الفيضان الجاي. كمية أسماك مهولة جاية مع النيل النيل الهادر ده اللي جاي من الجنوب. فبدأ يكتشف إن الملح ده مفيد، إنه يحفظ له السمك، إنه يحفظ السمك اللي هي بداية صناعة الفسيخ. أيوة. واخد بالك. واكتشف كمان إن هو يقدر يحافظ على الجبن، على الأجبان في موسم اللبن اللي هو بيبقى في الشتاء. كمية لبن مهولة عنده، وبيعمل منها جبنة لكن بتبوظ بسرعة. فاكتشف ان يحفظها بالملح برضه. ودخل بعد كده في موضوع دباغة الجلود بالملح برضه، ساعة ما اكتشف الملح بقى الى ان وصل الى فكرة التحنيط. فوقف شوية جزئيا، وقف صناعة الاكل والحيوانات والحاجات دي من الخامات بديلة، وبدأ يحتفظ يحتفظ محنطة معاه في المقبرة حقيقية بقى. حقيقية بقى خلاص. ما هو وصل بعد مئات آلاف السنين إلى إنه هو يقدر يحافظ على حاجة زي ما هو في بداية العصور ما كانش فيه تحنيط، لكن بدأ متأخر يعني بعد المراحل الكتيرة اللي هو مشي فيها. فصناعة البديل هي بدأ من عند المصري القديم. طب دلوقتي انا بس في لفت نظري حاجه، اتفضل. انه حضرتك بتأصل لصناعه البديل او التركاج او الفيك، بتأصل لها من ايام مصر القديم، بس حضرتك وانت بتأصل عن معرفه واضح. هل ده حبا في التركاج ولا كان انت ليك اي علاقه بالعالم؟ لي علاقه بيه طبعا. ازاي بقى؟ انا خريج كليه اثار، قسم ترميم الاثار. ترميم اثار. ودفعه سنه 84، قديمه شويه. انا اقدم منك. واشتغلت 36 سنه في المتحف المصري في التحرير مرمم اثار، الى ان جاء سن التقاعد. فانا طول عمري، حتى هم كان المسمى الوظيفي مدير ومش مدير عام ومش عارف ايه، انا ما كانش دي، لان انا كنت دايما احافظ على لقب بتاع اخصائي ترميم اثار. اخصائي ترميم لان ده لقب مش هين. انا اعتقد كده يعني. بني ادم اللي يقدر يمسك قطعه اصليه ويحافظ عليها، ده عمل جليل، ده جواهرجي ده. المفروض يعني. طيب. بس فانا خبرتي دي من خلال الدراسه، من دراستك وممارستك لعمل من دراسه الاثار، ترميم الاثار. ده احنا في حته حلوه قوي، وده اهلني كمان حرفيا في شغل التركاج. اكيد. دراسه يعني الترميم. اللي بيرمم اثار ده يعني مخه واعصابه. هو طبعا خطورتها بس كمان في ايه؟ ان ما فيش مجال للغلط او الخطا في الترميم. يعني انت بتصلح الغساله دلوقتي وباظت، هتروح عند الراجل هتجيب غساله ده بيتصلح ما اعرفش ايه، باظ هتجيبها. لكن ده ما فيش. ما ينفعش. ما فيش. طبعا عارف الحواديت اللي هي. لا بس واضح انه الحساسيه المفرطه في تعاملك مع الاثار كانت هي سر جوده صنعتك في شغلانه التركاج او الفيك او البديل. هو طبعا كلامك صح، لانه احنا لما بنستلم الاثر في المعمل عشان نبدا عليه مرحله الترميم، سواء كانت تنظيف او ترميم او صيانه او بتاع، ايا كان المسمى، لان فيه ليها يعني كل حاله وليها مسمى بتاعها. فبنعمل حاجه اسمها التقرير. فالتقرير ده بيبقى بناخد المقاسات وبالصور لكل التفاصيل بتاعه الاثر لحظه ما انت استلمته، عشان نبقى عارفين ايه التغيرات اللي انت عملتها فيه. هل التنظيف قبل وبعد، وبعدين بنعمل تقرير تاني في اثناء الشغل، وتقرير نهائي بعد ما خلص الشغل. كتر التقارير دي بتخلي الواحد ياخد في باله من التفاصيل اللي هي ممكن حاجات ما تبقاش باينه في الصور الفوتوغرافيه اللي هو النظام القديم قبل ما يبقى ديجيتال. فده طبعا خلق عند الواحد شويه ذاكره بصريه
انك انت تقدر تلاحظ او تاخد الفروق بالك من بدقة التفاصيل. شديدة. وشغلانه بتاعه التروكاج فعلا هي مش التفاصيل، هي التفاصيل صحيح. عشان تبقى مقنعه زي ده ما من انت قلت حظنا الحلو انه تيجي حد من ترميم آثار للشغلانة دي عشان الشغلانه دي. تبقى بالجودة والدقة والحساسية دي. ما هو انا ناس كتيره بتقعد تقول لي ايه علاقه الترميم لا بالشغلانه ازاي دي، بقى، لا قلب لانه الموضوع. يعني ازاي انا جاي من ترميم الاثار على السينما، وده تخصص تاني خالص ده. بس هم زي ما يعني اللي لاحظ ده اكتر وكده كان استاذنا انس ابو سيف طبعا، ان هو الاثنين داخلين في بعض، لان احنا بندرس 4 سنين جميع طرق الصناعه بتاعه الاثار المصريه، سواء نحت على الاحجار او اخشاب او فخار او ازاز او خزف او بردي، كل الصناعات دي. فانت اه بتطلع حرفي، في كل حرفي الحاجات جاهز دي. في كل صحيح التخصصات دي، صحيح. قبل ما يبقى دلوقتي للاسف يعني ان بقى فيه مرمم فخار بس ومرمم هو تخصص حلو، بس لازم يكون ملم طبعا بناس عشان الصناعات، يبقى لان عنده براح في وفي التعامل. تركيبات في الاثار، يعني ممكن تلاقي كرسي خشب عليه تطعيم، فدي مهنه جوهرجي بس حطها في كرسي خشب، فلازم فلازم يبقى عنده يبقى معرفة فاهم. كاملة. طبعا طب امتى بقى حصل الكونتاكت ده بقى بتاع الدخول في عالم السينما؟ والله انا بعتبر نفسي محظوظ الحمد لله احنا ان انا المحظوظين بيك. الله يخليك، ان انا في سنه 89 كنت اتقابلت مع مجموعه من السينمائيين في شغلانه مالهاش علاقه بالسينما. كنا بنعمل النموذج بتاع مقبره توت عنخ امون اللي في القريه الفرعونيه عند الدكتور حسن رجب الله يرحمه. قعدنا 3 سنين في بتاع المشروع ده. انا قبليهم بعد التخرج كنت اشتغلت في الصاغه، انا واثنين اصدقائي خارجين قسم الترميم من دراسه ماده تشكيل معادن بس اللي هي الحليم اللي هو مصاب. طلعنا فتحنا ورشه. كانت المحاضره بتبدا من 9 الصبح ل 5 المغرب، انت قاعد بتصنع فازه من النحاس، بتصنع اسوره، بتصنع بتاع، لان انت مش هينفع تعمل صيانه لاثر حلي الا اذا كنت فاهم طريقه التصنيع. ايوه طبعا. من الخبره دي بتاعت الدراسه بس في الوقت ده احنا طلعنا فتحنا ورشه. فهم كانوا عاوزين حد شاطر شويه في الاركيت في الشغلانه دي عشان يعمل التطعيم اللي في مقبره توت عنخ امون. فرشحني ليهم الدكتور محمد صالح مدير المتحف، كان عارف ان انا شويه شاطر في الشغل الاركيت والصياغه وبتاع، فروحت معاهم القريه الفرعونيه. في الوقت ده كانوا بيعملوا التمثال بتاع فيلم اسكندريه كمان وكمان، بتاع الاسكندر الكبير ده اللي كان في استوديو جلال الكبيره الضخمه دي اللي هو الاستوديو بتاع النحات اللي في الفيلم ده. فبقيت اروح معاهم على الاستوديو بعد ما نخلص القريه الفرعونيه الساعه 9 بالليل، نطلع لغايه الساعه 4 الفجر على استوديو جلال. يجي عم اسماعيل الله يرحمه سواق الميني باص بتاع افلام مصر العالميه، يجي ياخدنا من المنيب على استوديو جلال في حدائق الاوبرا، نقعد بقى نشتغل من 10 بالليل لغايه الساعه 4 الفجر في التمثال. بعد ما خلص ودي كانت بدايه معرفتي بالاستاذ انس ابو سيف، لان هو كان مهندس الديكور بتاع الفيلم، الدايركتور بتاع الفيلم. وكان عمل التمثال ده بيبقى تحت اشرافه. بعد ما خلصنا التمثال وخلصنا المقبره في القريه الفرعونيه، قالوا لي تيجي معانا السينما. انا هاجي اعمل ايه في السينما؟ قالوا لا انت هتيجي واحنا هنقول لك انت هتعمل ايه، بس احنا عاوزين امثالك كده في السينما. والله. وكان طبعا له فضل كبير يعني، كان مهندس فوزي عمر. فرحت معاه في اعلان جينا بعد كده فيلم المهاجر المصير مش عارف ايه السكوت هنصور بتاع كلام من ده. اشتغلت في معظم الافلام دي مع مهندس حامد حمدان الله يرحمه. وبعدين كذا شغل علامه كده في الاعلانات، مثلا اللي هي المقبره الفرعوني كان اعلان كده فرنساوي عمله الاستاذ انس ابو سيف، كان عامل فيه مقبره فرعوني، ودي بدايه اختراع فكره ان تتعمل الكتابات اللي على جدران زي اللي على جدران المقابر. ولان دارس الهيروغليفي فكان الموضوع بالنسبه لي سهل. لا الحرف ده لازم يكون اتجاهه كذا كده، لان بتاع الهيروغليفي لغه مش سهله، لكن لما ابص على شكل حائط في الديكور فرعوني اقدر اعرف اللي عامل بتاع الكتابات دي عملها شكلا بس كده ولا هو فاهم. مش لازم تكون تتقري،
مظبوط، بس على الاقل بس يعني في اتجاهها وشكلها. في اسس يعني لازم تبقى مظبوطه، اتجاه الطائر لازم يبقى في الاتجاه ده، النوع ده من المخصص ده ما ينفعش يجي جنب الحرف ده. الفراغ هنا كبير. المصري القديم ما كانش بيعمل الكتابه ان هو بيكتب، لا هو كان استاذ في الفيجوال، في الرسم. الرؤيه. تطلع الكتابه لوحه. ايوه زي الخطاط الايام دي. انا لما اكتب، وحضرتك لما بتكتب جواب غير لما يكتبوا خطاط. ده صحيح. فاللي كان بيعمل المقبره ده خطاط مصري قديم. صحيح. فنان طيب. يعني. دلوقتي اما دخلت عالم السينما، ابتديت بالتماثيل الكبيره دي. بعد كده رحت فين عشان يبقى فيه تفاصيل كده كتيره؟ ايه يعني ايه بقى اللي حصل وداك للتفاصيل دي؟ ما هو انت بقى اسم البرنامج بتاعك ايه بقى؟ ده هيطلع عينيا. لا ده انا كله ايه بقى، لازم نعرف، يعني لازم نعرف ايه اللي بيحصل. بص، انا طبعا راجل صناعي. فجينا مثلا بعد فيلم اسكندريه كمان وكمان، رحنا فيلم المهاجر. مش متذكر بالظبط المهاجر الاول ولا المصير. كان 93. فعاوزين بقى السيوف والدروع والحراب والجعاب والسهام المصري القديم. فكان مهندس حامد حمدان، كنت اتقابلت معاه في اسكندريه كمان وكمان. كان مساعد مع الاستاذ انس ابو سيف، كان ماسك الجزئيه بتاعت الاكسسوار. فجابني على اساس ان هو عارفني من الفيلم اللي فات. قال لي عاوزين نعمل السيوف والدروع والحراب والبتاع ده. انا طبعا لاني برضو دارس شويه فنون مصر القديم، او فنون عموما يعني، وتطورها يعني في فتره القبطي والاسلامي والروماني وكده. فالموضوع بالنسبه لي سهل، ولاني عندي شويه المهارات وشويه خامات اللي انا خدتهم في الترميم. فرحت عملت له بقى السيوف والدروع والحراب والسهام والجعاب ومش عارف ايه اللي هي مصر قديم. ولان انا في المتحف فانا اصلا عارف الحاجات دي شغلتك. بصبح عليها الصبح واروح انفذها اخر اليوم. بس فجات رجلي بالشكل ده في السينما. بعديها برضو كان المصير، كانت حاجات اسلامي. فبرضو الاسلامي واحنا كنا بنروح المتحف الاسلامي فتره ما احنا في الدراسه واحنا طلبه في الدراسه. عملت برضو نفس الحاجات دي. فوزي العمري خدني بقى في الاعلانات في اول التسعينات، ودي كانت بالنسبه لي طفره مهمه جدا. عشان الاعلانات كلها تقريبا قايمه على الموضوع ده، قايمه بقى على شويه حركات. ايوه، اللي هي ان ازاي تعمل الازازه ساقعه وهي مش ساقعه. ازاي كانت بدات بقى الخصخصه بتاعت الشركات المياه الغازيه، وبدات تظهر الشركات بتاعت المياه المعبأه دي، بتاع الازايز. فدي الاعلانات، وكانوا بيجوا ناس اجانب من بره، لدرجه ان مثلا كان في شركه واخده اعلانات بتاعه احد الشركات الكبرى يعني في المياه الغازيه على مستوى الشرق الاوسط. ولان كانت الشركات في مصر حكوميه، فما كانتش فاتحه هنا ليها. فتحوا مخصوص في 93 عشان بعد خصخصه الشركه ورجوعها للشركه الام. فدول كانوا بيجيبوا ناس من جنوب افريقيا، خبراء في الفيشل افكت او في الفيجوال افكت اللي هو كان يدوي قبل الكمبيوتر وقبل الحاجات دي. فتعلمت منها، وكنت الوحيد في الفتره دي اللي بيعمل الازازه الساقعه اللي هي مش ساقعه، اللي هي يعني تشوفها تبلع مشبره. مشبره وعليها نقط ميه وعليها قطع ثلج صغيره ومش عارف ايه. يعني ده كده يعني انت فعلا محظوظ، واحنا محظوظين بيك طبعا. انه عالم الترميم بحسيته ودقته لخبراء من جنوب افريقيا، خدت الجديد منهم، وبعدين بقى عندك منطقه. لا اللي لمس اكتر ان انا استعملت خامات الترميم في تشبير الازازه. دي حاجه. طبعا الترميم احنا كانت بتيجي كلها من بره مستورده، لان بتبقى يعني كل معامل الترميم على مستوى العالم ليهم خامات مخصوصه. اول ما بتتصنع وتبقى ثوره في علم الماتيريالز يعني، بتنزل بتاع ترميم الاثار، وبعد كده تنزل بقى على سكيل تجاري، فتشتريها حضرتك واشتريها انا عشان اعمل بيها حاجه في البيت وبتاع بعد ثبات نجاحها يعني. فلما جم هم طبعا جايبين الخامات معاهم، بس الخامات خلاص هم كده مش عاوزين يجيبوا الناس اللي هم دول، عاوزين المصري اللي هو ارخص وموجود 24 ساعه بس طول الوقت. المشكله في الخامات بقى. بس بقت المشكله في الخامات. فانا فاكر اول مره كان الاستاذ محسن احمد ربنا يديله الصحه
قالوا لي احنا عاوزينك بكره في اعلان عشان هتلمع ازازه. ده مدير الانتاج اللي قال لي كده. قلت له ماشي. لمع ازازه. عاوزين ازازه حاجه ساعه تبقى بتلمع. هو خد الاوردر كده. فانا رايح اللي في دماغي طبعا بس ايه بقى هلمع ازاي. فانا عارف ان جلد الغزال بيلمع زي العدسه بتاعه الكاميرا. شفت عم يحيى عباس الله يرحمه وهو بيطلع حته جلد الغزال من الشنطه وبيمسح بيها العدسه بتاعه الكاميرا اللي احنا بنصور بيها. خدت من عم يحيى حته جلد غزال ورحت الشركه في شارع لبنان في المهندسين. دخلت لقيت صاله اجتماعات كبيره واجانب ومصريين قاعدين، وهو جاء الراجل اللي هيشبر لنا الازازه. ايه الاجتماع ده كله عشان انا مش جاي اشبر، ده انا كده شبرت. قالوا لي الموضوع كذا كذا ومش عارف ايه، انتوا بتعملوها ازاي هنا؟ واضح ان المدير بتاع الشركه قال لهم انتوا بس تيجوا واحنا عندنا كل حاجه وعندنا الراجل اللي هيعمل. ده اللي انا فهمته. طب ما تخليهم يجوا ويجيبوا الخامات. بس كانت حلوه عشان مصلحة. انا ادور. فقالوا لي احنا بقى بنحط مش عارف ووتر دروبس ايه ومش عارف نعمل ايه ومش عارف ايه وبتاع. قلت لهم لا احنا عندنا طريقه تانية. طب انتوا بتستعملوا ايه الخامات وبتاع؟ قلت له طب سيبني يومين واجيب لك تيست. ورحت قعدت اكسر ازاز حتت بتاع صغيره واحاول الزقه على الازازه يديني شكل التلج. مفيش. اكيد ما اعرفش ملح خشن وملح ناعم واحط على الازازه. مفيش. انا كل يوم الصبح بروح الترميم المعمل في المتحف المصري. ببص كده لقيت بارالويد بي 72. انت هنا تعالى. ايه بقى؟ ثانيه واحده. بارالويد بي 72 دي خامه احنا بنعزل بيها الالوان على سطح الحجر لما نيجي نحافظ على الالوان عشان الناس اللي بتلمس الاثار في المتحف. فاحنا بنديها كود كده ما بيغيرش شكل بتاع دوت اللون. وسهل ازالته عشان لو طلع بعد 20 سنه ان الخامه دي مضره للاثر يبقى تبقى ريفرسبل. سهل ان احنا نشيلها. بتيجي كريستالات وبندوبها في اسيتون حسب بقى درجه اللزوجه اللي انت عاوزها لما تعملها بيها. خدت الكريستالات دي وعملت اسم ومشيت قبل ميعاد العمل. انا كده لقيت الكنز. انا بدور على دي بقالي كتير. خدتها ورحت جبت ازازه من البقال وقعدت ادوف بتاع ده ورحت لازقها عليه ورحت جاري على الشركه. الاجانب نفسهم بقوا بيتنططوا ايه الخامه اللي بتلزق لان هم عندهم خامات ما بتلزقش. كده ناقص الووتر دروبس اللي هي نقط الميه. قالوا لي احنا الميه الحنفيه عندكم تقيله شويه لان ميه النيل لان ما فيهاش ملح وبتاع كتير فبتبقى ميه كثافتها اعلى شويه من ميه البحر. وميه البحر ما بتنفعش برضه لان فيها ملح كتير. فكانوا بيستعملوا الميه المعدنيه الايفيان الفرنساوي. تخيل ان في 93 الوقت ده كنا بنشتريها من الاجزخانه. والله العظيم. حد في الشركه قال انزل السوبر ماركت تحت هتلاقي بتاع. نزلت جبت ازازه حطيناها في الباخه فش بقت الازازه مشبره ما اقولكش. حاجه خيال. والاجانب يضربوا كف على كف ايه الخامه دي. ما قلتش طبعا. ما قلت اخلي اسرارنا لنا. ما بقوش يجوا وبقيت انا بالحجز لغايه تقريبا 98. الله. اروح اصور الصبح او النهارده اعلان يطلع بقى ميه يطلع حاجه ساقعه يطلع لبن يطلع عصير يطلع اي حاجه. اعمل بقى شويتين بتوع ده. ومحدش حتى كانت الخامه بعض الزملاء في التصوير ياخدوا شويه منها عشان يروح يسال. ما انت مش هتلاقيها عند لا بتاع حداد وبيات ولا عند بتاع كيماويات. مش هتلاقيها صح. دي جايه من سويسرا. يا جماعه ده ادم يفهم ده موضوع تاني. بس انت فيك حاجه انا لاحظتها انه يعني مثلا ساعات كده يجيني دور ايه ابقى عايز اعمله. لا انا عايز من وراه مبلغ اتغني ولا انا عايز ولا اثبت لاي حد اي حاجه. بس انا عاجبني اعمل. يعني بيحصل كده. انا شايفك بتشتغل مع الشغلانه بالطريقه دي. انا عاجبني اعمله. ده صحيح طبعا. يبقى فكره الشغف اللي عندك دي ايه سرها؟ عايز يعني ايه حكايتها؟ لا هو طبعا الموضوع ممتع جدا ان انت تعمل حاجه متفرده. دي بتخليك تحس احساس رضا عن نفسك غير عادي. واحساس بتاع جميل ان انت تنام بالليل وانت مبسوط. دي اهم حاجه.
انا جبت جون النهارده، عملت جبت جون النهارده، عملت التشبير، عملت الحاجه الساعه جامده النهارده. بقيت اصور الاعلان الصبح او النهارده، وتاني يوم عند بتاع الفوتوغرافيا نعمل بقى اللي هي البوسترات اللي هي او الدور بقى اللي بتتعلق على الثلاجات وعلى السوبر ماركت وفوق العمارات وبتاع. كل اللذاذ دي خدت حوالي 6-7 سنين في المتخصص في التشبير. ده نقلني لموضوع تاني. اصلا انا كنت اشتغلت فتره اكسسوار، قلت بالك ان انا ايه احط السجاده واجيب الترابيزه ومش عارف ايه، وفي الاخر قلت انا مش بتاع اكسسوار. لاني مثلا نيجي عند الباك شوت اللي هو اهم جزء في الاعلان، كل الاعلان ده معمول عشان المنتج ده. ايوه، واخد بالك؟ فانا بقى ابقى بحط اللوحه دي وببقى بعمل معرفش الفازه هنا على الترابيزه وبتاع، يقول لك ايه طب هنا في نقطه ميه بس على الازازه، فتسيب ده وده وتجري. فقلت لا، انا لازم اوقف الاكسسوار، انا بتاع سبيشال افكت بس. وقعدت 2 سنين من غير شغل لان زعلوا ان هو كان بيجيب 1 في 2. واحد اكسسوار بروح اجر فرش واجر بتاع وانا اللي بعمل الشوط الصب بتاع اللبن وبتاع. واول واحد جاب البويه البلاستيك لما بدات تنتشر بعد دهانات الزيت وبتاع وقفت، واستعملتها بديل اللبن الحليب لما بدا يظهر اللبن المعلب. اصلا ما كان فيه قبليها في الفتره دي في اول التسعينات كان لسه اواخر عهد اللبن المبستر بتاع شركه مصر للالبان اللي في الازايز. بعد كده بدات تظهر علب اللبن، فده حصل طفره في الاعلانات. اللبن ده لازم تحس ان هو كريمي وان هو تقيل وان هو يعني يخليك تقول لا اسيب بقى اللبن اللي انت بتجيبه ده وهات اللبن ده عشان معقم ونضيفه ومش عارف ايه. وطبعا شويه الدعايه بتوع المنتجات دي. فدخلت في جزئيه تانية اللي هي ازاي تخلي اللبن شكله حلو، وازاي تخلي الشوط بتاع صب الميه او صب اللبن ينزل شكله حلو. الشوط البورنج نفسه ده بتاع الكوبايه اللي هو بيخبط في عرض الكوبايه ويلف، ده ليه بتاع ميكانيزم معين. ما بتعملش كده هات علبه وصب في كوبايه، عمره ما هينزل ويلف كده. ايه بقى اللي بتعمل عشان يبقى يتعمل كده؟ بص، لازم تبقى الكوبايه بتاع محطوطه بزاويه ميل مخصوصه عشان هو يخبط في جنب القعر ويلف ويروح طالع كده. وهي بتاخد سلو موشن. وبعدين ان العصير او اللبن او الميه تنزل عامله سوسته كده، ده ميكانيزم بنعمله جوه العلبه نفسه. انا درست حاجه من حد يعني كان قالها كده بالصدفه، ان السوائل بتاخد الشكل اللي هي نازله منه، شكل الوعاء او شكل اللي هي نازله منه. فلو انت عملت ماسوره جوه العلبه سوسته وصبيت، هينزل اللبن يكمل بيكمل حركته. فانا اسمع الفكره واروح اجيب الماسوره واسخنها البلاستيك واروح لاففها وحاططها جوه العلبه وفي قمع. هو دايما بيجي الجنب بتاع العلبه بس، ما بيجيش العلبه كلها، او بتيجي الايد، لكن اخر العلبه الطويله دي لازم، لان احنا في ميكانيزم تاني عشان ما يعملش البولبق دي. ان انت تدخل هواء عشان يحصل انسيابيه في السائل، في الحركه بتاعت السائل. بس كنا عفاريت يعني، ولسه عفاريت وهنفضل عفاريت. طب بمناسبه عفاريت بقى، ايه عفاريت انت عاملها دي؟ ايه بقى ده؟ العفاريت ده بص، ده مجال تاني يعني. انا طلعت من التروكاج شويه كده من حوالي 10 سنين، بس كنت بعملها زمان، بس كانت على سكيل صغير. بس خبرات الخامات اللي انا خدتها في التروكاج دخلتني كمان على الاكل الصناعي اللي بدأ يبقى ضروره في تصوير الاعلانات والدراما. والله والدراما بعض الاحيان، والبروشور والفلاير بتاعت المطاعم اللي كل يوم تفتح دي بعد الاكل السريع ما انتشر وكده، انك انت بتعوز حاجات في غير الموسم اصلا. مش موسم بتاعها، مش موسم بتاعها. يعني مثلا في مشكله كبيره جدا في الباميه ما تضحكش. مثلا اهو الباميه عشان مش متاحه طول الوقت بشكلها. لا، هي متاحه طول السنه فروزن مجمده. بس لما تفك التسيح بتاعها لونها يبقى غامق. تغمق، صح. فطبعا شكلها مش حلو. في اعلانات بقى السمنه والزيت والحاجات دي كلها دي والصلصه والبتاع، شطات الباميه وبرام الباميه وطاجن الباميه ومش عارف ايه، عاوزين شط الباميه وهي نازله في الصلصه باميه لونها اخضر، لونها حلو، لونها فريش. طب انت تعمل ايه ومفيش فيش الباميه؟
ما بينفعش نجيب الباميه المجمده ونفك التجميد لونها بتغير وكمان شكلها ما بيبقاش حلو. يعني مثلا ده مثل على الحاجات دي. العيش الكايزر مثلا لما تجيبه من فرن الفينو بيجي لك في كيس كده فيه 100 بتاع، فطبعا يبقى متداس على بعضه طالع مضروب يعني طالع يعني شكله وحش. لكن انت عاوز شكل الرغيف اللي هو الفورم بتاعه حلو، المنفوخ وحلو وفريش وبتاع. عشان تروح تقف يعمل لك 10 رغيفه، فانت عاوز تروح في ميعاد معين هو بيخبز فيه، ومش هيعطلك مش هيعطلك الدايره بتاعه الانتاج بتاعته، عشان انت عاوز 10 رغيفه مهما كان يديله فلوس. ايوه بالظبط. فهنا بيبقى فيه ضروره للاكل للبديل هو اللي هو البديل ده في بسيط الاكل. كل شويه في التروكاج الاقي طلب جديد، حاجه انا ما كنتش عملتها قبل كده، فبالتالي دي بتروح مدخلاني في خامه جديده، مدخلاني. وانت غاوي باين عليك. انا غاوي، انت بتتلكك لما حد يطلب حاجه جديده بتتلكك عشان تروح تدعبس طبعا وتحفرك وتعمل حاجه كده. هي شغلانه ممتعه جدا جدا. هو ده فكره الشغف الشديد ده، وانت عاجباك وبتعمل الحاجه وعرفت انك اول جمهورها. وبعدين ايوه دي بقى عجبتني جدا. لا وايه كمان، بص يعني انا كل يوم لازم اعمل تجربه، بس انا باخد خبرتي منين؟ انا باخد خبرتي اروح اشتري الخامات واعمل عكس المكتوب عليها. الخامه يعني ايه؟ فهمني بقى. يعني مثلا هو بيبيع لك الجبس ويقول لك ايه، لازم تحط ميه الاول وبعد كده تحط فيه الجبس. طب انا هحط الجبس الاول واحط له ميه واشوف ايه الناتج. فلما يطلع ناتج مختلف عن اللي صنع الخامه اصلا وبيديك التعليمات بتاعه التشغيل، هو المختلف ده اللي انا عاوزه في حاجه مختلفه اصلا. لان انا مش هاخد الجبس ولا صب بيه اناء ولا استعمله في البناء، انا عاوز الجبس يديني شكل حاجه تانية. يقول لك خد الانبوبه السيليكون دي لف بيها حوالين الحوض عشان تمنع الميه تسرب ومش عارف ايه وكلام من وما تجيبش عنده مذيب اللي هو زي التنر والاسيتون والتلوين والبنزول والحاجات دي. لا، ده انا هجيب السيليكون واحط الام وبنزول وتلوين ومش عارف ايه، فلاقيه بيسيح وبيمط. طب ما انا عاوز خامه تسيح وتمط. فدي يعني الخبرات اللي انا بقى بتمشي طول الوقت في الاتجاه في حاله المعاكس، فتقوم فاتح لك تجربه جديده ومجال جديد واستخدام بتفاصيل جديده بحاجات حاجه تفضل طول الوقت ممتعه جدا جدا. انا بعد ما اصور الفيديو اللي انا بنزله كل يوم على الريل بتاعي او على الستوري، انا بروح انام بعمق. ايوه اللي هو احساس بتاع جبت جون خلاص جبت كده. هي شغلانه عاوزه دايما تبقى، وده الفرق بين الصانع والبايع. الصانع والبايع يعني في واحد بيصنع الغساله الفوتوماتيك طول الوقت هو بيطور فيها، وفي واحد بيبيع الغساله الفوتوماتيك بياخد اللي اداهوله الصانع اللي وافق ان هو يديهوله. وده الفرق بين صانع التروكاج وبياع التروكاج. الله في حد بيبيع تروكاج، فلما تقول له طب انا عاوز اعمل مش عارف السرنجه يخش جوه، يقول لك طب استنى لما اسال اللي بيصنع. لكن لما بيكلم الصانع يقول له بس هتبقى طول السن مش عارف شويه كده وطول مش عارف ايه يعمل، لان انت بتكلم المطبخ. ايوه فهو ده يعني زي كل حرفه هتلاقي فيها في الصنع والبيع حد بيصنع او حد بيشتري او حد بيبيع وانت بتشتري منه. انت صنعت ايه بقى؟ انا صنعت ايه؟ عاوز تشوف ايه؟ طيب لان تقريبا يعني حاجات كتيره اللي يعجبك اللي بس ورينا. بص مثلا دي عصايه البسبول اللي هي شهيره دايما في الخناقات والبتاع والحاجات دي. واخد بالك؟ مره حد ضربني بحاجه زي كده وجعتني برضه مش عارف ليه. ما هو برضه ايه، احنا برضه بنبقى محكومين في التصنيع هتعمل بيها ايه. لان انا ممكن اللي هو السبورت اللي انا حاطه جوه ما بيتنيش، ده ما فيهوش الفلكسبيليتي دي او المرونه دي، ممكن اعمله مرن عشان ما يعورش. بس برضه هيبقى فيه عيب انه ممكن لو حد شغلها سلو موشن يلاقي فيه لبه كده. ايوه. ودي ما يعني مين اللي بيشغل بتاع السلو موشن ويقعد يتفرج؟ اللي هم المتخصصين في المجال،
لكن الجمهور العادي اللي هو قاعد يتفرج في التلفزيون او على الموبايل هياخد السريعه دي خلاص. هيشوف السريعه دي كده وخلاص. فاحنا دايما نقعد نسال انت هتشتغل بيها هتعمل ازاي، بيها ايه، هل هيحدفها بس يبقى كده ماسكها بس او بيلعب بيها ولا أو يضرب هيضرب بيها. فلازم كمان كل حاجه من دول لها خامه ولها تصنيع. ولازم اللي بتاع بيضرب يكون بيمثل انه بيضرب، واللي بيتضرب بيمثل انه بيتضرب، يعني يبقى زيك بقى، يكمل معاك الدايره. ايوه طبعا، انت عشان طلعت يبقى حاجه كل شكلها دقيق يطلع وصادق المنتج جدا، النهائي في التاني لازم يكمل معاك. زي لما يعملوا حاجات خيال علمي مثلا، ان هو مش عارف وقع من السفينه وبعدين شاف نجوم وكائنات. الناس بتوع الايديت والحاجات دي هيعملوا لك ده، مطلوب منك انت بقى كممثل تشوف ده. يعني فلا عشان تكمل الدايره ويطلع المنتج النهائي حلو من كل التفاصيل ومتصدق ده حاجه مهمه. ايه بقى؟ هتلاقي مثلا في تفاصيل حاجات صغيره بس مهمه، يعني مثلا واحد بيضرب واحد قطر بقطر. القطر ده خطر جدا طبعا. اللي هو ده سلاحه قاتل. فلازم يبقى تروكاج. فخد شوف السلاح الحقيقي وانا هوري لك السلاح التروكاج. الله عليك، ده الحقيقي. لا ده تروكاج. انا عارف. لا بس انا بقول الله عليك من ساعه ما لمسته. ايوه لقيته مش حقيقي. عاده اي قطر بيجي قدام ايدي انا بتعامل معاه بخوف. طبعا خوف ورهبه كده، بس اما لقيت حاله امان كده قلت الله ساعتها بالظبط. فنقعد نعمل لا وعامل له الميكانيزم بتاعه كمان. ايوه لازم يبقى شغال في الاداه بتاعته مظبوط عشان يبقى مقنع. فده مثلا مشيه كده على خده كأن حد بيدي حد بشله وبتاع، ما يعملش اصابه خالص يعني. تيجي مثلا ساعات في شطات بتاعت مثلا في اوضه العمليات فحد بيفتح بمشرط او بيعمل مشرط، استحاله طبعا يستعمل المشرط الحقيقي، لان المشرط اصعب والعن من القطر. رفيع وحاد جدا وبيمشي في الجلد يخلي عشان الحده يعني فبيسالونا يقولوا لنا مثلا عاوزين مشرط فيك، فده بيبقى المشرط الطبي بتاعنا. بص الدقه، شايف؟ هاتوا جنب الاصلي. انا بروح اشتري الاصلي لازم عشان اعمل نفس المقاسات نفس التفاصيل طبعًا. نفس كل حاجه. لا بس دقه في التصنيع سلم ايديك. الله يسلمك. يجي مثلا في شطات مثلا حد في صالون حلاقه وبيحلق دقنه ومع ديالوج الحوار ومش عارف ايه وكلام من ده ماشي خدته وهنعيد تاني. استحاله يستعمل موس حقيقي ويقعد ده يمشيه على الدقن ويشيل صابون ويشيل بتاع، فبيستعمل بتاع دوت الموس الوان ويت بتاعنا احنا ده، فده هو نفس الموس اللي بتاع، ويكون برضه يجيبه من الدرج ويفتحه ويعمله وبتاع وكده. بص انا عايز اكلمكم بس عن الدقه في ايه كمان. حضرتك مش عارف الكاميرا جايبه معاه ولا لا، شايف النصل فيه حده. لازم يديك احساس انه هو حامل حده. الحده دي ده تاتش معمول، اديت حاجه تاتش معمول عشان تبان انه من هنا في حده. ايوه ما هو دي ده بقى كلامك صح في ايه، ان نقعد نجيب الحاجه الاصليه ونشوف هي شكلها حامل ازاي. الحاجه بتتصنع اولا ما بتبقاش مسنونه، لما تتصنع الاول بتبقى كلها بتلمع وحصل لها بوليشنج وبتاع وبتبقى نيكل او ستيلس او ده ايا كانت الخام. عشان يخليها حاده فلازم يمشيها على الجلخ الصنفره، الجلخ او على الجلخ او على الصنفره او المسن. المسن ده بيحول اللون اللميع ده الى لون مط زي ده فانت كده. لازم تعمل اللون المط الجزء الاخير ده زي يبقى مط كده عشان يبان احساس لما تشوفه حده ان ده مسنون وان ده حامي وان ده الاصل. هتلاقيه في القطر وهتلاقيه في المشرط في وهتلاقيه لما يجي مثلا خناقه في حجز مثلا في بتاع وفي بشل او الموس فده الموس اللي هو اللي هو بيبقى ممكن ده يبقى نصين ويبقى في الحلق وبتاع، لكن ما يعورش برضه
نفس اللي هو الموس التقليدي نفس القديم ده. البتاع الحده بالظبط. ايوه، لان ساعات نقول مثلا طب لو هيركبوا في مكنه قديمه واحد كبير شويه في السن واقف يحلق، فلازم لازم يبات في المكنه، بان يبقى نفس حدته. نفس الفراغات اللي هي السالب والموجب بتاعه المكنه والموس يركب فيها وتتقفل وبتاع دوت وبيحلق. فهو الشغلانه في التفاصيل وفي دقه التفاصيل ان انت تعملها. طبعا ال الحاجات الاشهر يعني مثلا ايه، يجي يقول لك مثلا عندنا شوت او مشهد فيه الطقس بتاع البشع، اللي هو يكشف الجذب ده وبتاع، البشعه سواء بقى كان بسخنوا طاسه او حاجه حديد وحطوها على اللسان عشان كده لو ما اتلسعش يبقى صادق، لو اتلسع يبقى كذاب. حاجه اسمها البشعه مشهوره من زمان جدا. فطبعا استحاله الممثل او المخرج هيجيب الفاصل حقيقيه وهيمشيها على العيال خصوصا ان كلنا بنكذب عادي. لا والله مش كده، بس يعني لازم تشوف بديل. طبعا. فلازم بيروحوا جايبين لي الاصليه ونعمل زيها بالظبط وهي محميه. بعمل ايه بقى؟ بجيب فعلا الحاجه الاصليه دي سواء كانت الطاسه او كانت او السكينه، واروح لحد عنده اكسوستيلين اللي هو الاكسجين والاسترين اللي هو النار اللي هي بتاعت التطهير، لان هي دي اللي تسخنها بسرعه، واخليه يسخن السكينه، اشوف التغيرات اللي بتحصل، ولما تبقى حمرا زنهاره يبقى شكلها عامل ازاي، واروح اعمل زيها بالالوان عشان تبقى مقنعه. لو انت فاكر المسلسل حق عرب اللي كان السنه اللي قبل اللي فاتت، كان احمد العوضي بيمشوا له، كان بتاع دوت رياض الكولي وبتاع، بيقول له طب مشيها بشعه اللي هي دي. بس انا بعمل كمان حساب الاضاءه دي وهي كده في ايدي، ما انت مش هتبقى مقتنع ان هي البشعه، لكن لما تحطها في النور في درجه شفافيه، في درجه شفافيه تدي الصدق ده. هو ده انا عاوزك تحس ايه بقى ايه بقى انت السلم الشفافيه بالظبط كده. يبقى تعمل الخامه يتعمل فيها درجه شفافيه عشان لما تتحط كده تدي نفس النقط دي بقى ايه بقى اللي هي الشوائب اللي في الحديد، لان الحديد ما بيبقاش خالي من الشوائب، اللي خالي من الشوائب ده بقى الستيل ومش عارف والصلب ايه اللي مش عارف ايه، لكن الحديد العادي مش خالي، فلما بيسخن قوي يبان فيه النقط دي، في نقط كده شكلها مغاير. دقه التفاصيل اللي منها برضه بنعمل زيها السكينه برضه ودي سكينه بلاستيك بتاعتنا، ما هي السخنه ما هياش حاجه يعني انت بتحتاج معرفه اللي بتعمل ايه كطقس بتاع البشع ده، محتاج معرفه لايه هو الطقس، لايه هي الحاجات اللي بتستخدم، لايه هي الخامه اللي بتستخدم في الاصل، لايه هي الخامات اللي انت هتستخدمها علشان تؤدي نفس الاثر بالظبط. موضوع كبير قوي قوي. يسلم. الله يسلمك يا استاذ. كمان كانت في مشكله في السرنجات. سرنجة ان حد ياخد عينة دم، حد يدي حد حقنه، حد يضرب حقنه في رقبه حد يخدره بتاع كلام من ده. بس فطبعا دي برضو لازم نشوف لها حل. مش هينفع ان هي يستعمل السرنجه الحقيقيه حتى لو تنينا السن من قدام خليناه بارد، لكن استحاله لانه برضو هو سنه رفيع وصلب ممكن يعور الممثل. وطبعا احنا بنلعب على ان اهم حاجه سلامه الممثل، صحيح، لانه في الاخر بني ادم جاي يشتغل مش المفروض يتعور يعني. وبعدين احنا الهدف ده دايما كنت بقول، الهدف ان احنا نوري ده ازاي، مش هو حصل ازاي اصلا، يعني مش ده الموضوع. السينما كلها عباره عن مش هاو تو دو، هاو تو شو، هي دي الفكره صح. فعلا. طب استاذ احمد، الموضوع ده واضح انه من كتر الدقه والحساسيه والاخلاص ان تطلع حاجه يعني بدقه شديده جدا. الخامات دي هل متوفره طول الوقت هنا في مصر، ولا في ندره في الخامات وفي مشكله في الموضوع ده؟ والله ده سؤال مهم جدا. احنا طبعا عندنا ندره في الخامات اللي هي الخامات المسموح بها انها تيجي السوق المصري.
وانا بعد ازمه الكورونا ولما بقى ما فيش نقل بين الدول والحاجات دي قل شويه وبتاع، فبقت بقى تركيزي كله ان لازم اشتغل بخامات محليه. هو كمان المشكله ان ما فيش خامات مخصصه للتروكاج اصلا، لان دي صناعه استهلاكها قليل. فما يقدرش يبقى في خامه مخصوصه بتنتج على مستوى عالمي، عشان لان مثلا اي حد بينتج بكميات ضخمه عشان تبقى تجاريه، برودكشن وانتاج كمي مهول يعني. بس احنا الشطاره هنا ان احنا بنحاول نوفق الخامه اللي جايه الحاجه نعمل بيها حاجه تانية. فبقى تركيزي كله ان انا لازم اشتغل بخامات محليه عشان ما اقعش في الدروب بتاع فتره الكورونا او ما بعد الكورونا حتى، لان برضو خدت وقت الخامات على ما بدات فيه يبقى في سيوله في الحركه وفي الشحن والنقل تجاره وكده بين الدول وكده. فعاوز اقول لحضرتك ان احنا بنشتغل بكل الخامات اللي ممكن اللي ما تتخيلهاش. يعني اجزاء كتير في التروكاج فيها حديد بس تحطه فين؟ يعني دي بقى مستخدم فين بالظبط؟ يعني مثلا عاوز اقول لحضرتك ان عصايه البيسبول دي جواها سيخ حديد، لكن هو مغلف داير ما يدور باسفنج وبرابر وبايفا فوم وبتاع، بس وجوده عشان يدي حاله الصلابه دي. لكن ما يوصلش لجسم الممثل. زي مثلا ما في نقطة مهمة كده، ان احنا لما بنيجي نصنع التروكاج وبنسأل انت هتشتغل بيه ازاي، نعمل حساب العطل لو في حاجة فيها ميكانيزم زي السكينة اللي هي حد بيغز حد بسكينة بتبقى سوستة. السلاح بيدخل في المقبض. معنى كده ان هو بيدخل في المقبض ويرد تاني، يعني في سوستة جوه. ده لازم ندرس يعطل امتى ويعطل ازاي، لانه لازم يعطل ان السلاح يدخل، لكن ممكن يعطل ما يخرجش. عشان لو ما دخلش في المقبض ممكن يعور الممثل. لا استناني بقى، عشان ده موضوع مهم جدا. يعني انت بتدرس اعطال الحاجه وتبقى حريص ان العطل يبقى في منطقه مش اللي ممكن تصيب الممثل، لان اصلا انت جاي ده موضوع معقد قوي يا استاذ احمد، الله يعينك. يعني موضوع كبير قوي. لان انت جاي لي عشان سلامه الممثل او سلامه البني ادم. واخد بالك؟ يعني صعب زي مثلا لما نعمل الازازه دي. الازازه دي ليها سمك معين. دلوقتي الازازه دي هستاذنك بس. اتفضل. الازازه دي ممكن تبقى، مش عارف تعرف طبعا حضرتك ولا لا، ان الملي بيتكون من 1000 مايكرون. دي وحده قياس السمك بتاعت الملي. فممكن تبقى الازازه دي 250 مايكرون يعني ربع ملي، ممكن تبقى 500 مايكرون يعني نص ملي، ممكن تبقى 1 ملي كامل. 1 ملي كامل تعور. فانت لازم تحسب وانت بتصب الخامه دي في القالب عشان تطلع ربع ملي اللي هي 250 مايكرون، عشان لما الممثل يضرب بيها نفسه ما تبقاش مؤذية، او يضرب بيها ما تبقاش مؤذيه وتتكسر زي الازاز. فشوف السمك عندك عامل ازاي. دي ايه الخامه دي؟ ده بلاستيك. بيجي سايل وبيتجمد، يعني ليه مصلب وبيتصب في قالب فيطلع شكل الازازه وبيتكسر ويكسر نفس طبعا الازازه دي خدت مراحل كتير في السينما المصريه. لو وقتك كده اقول لو وقتك يسمح اقول كانت الاول في الافلام الابيض واسود بتتعمل جبس. بس مش جبس مصمت، برضو جبس مفرغ. بس الجبس عشان تبقى تقدر تمسكها في ايدك لازم تبقى سمك شويه تخين، يعني ممكن تبقى 5 مللي وتبقى مفرغه فتبقى سهله الكسر. بس دماغهم زي بتاع زمان كانت تستحمل. كانت دماغهم تقيله تستحمل، لان هي دي اللي كانت الخامه المتوفره في اللي كانت متاحه ساعتها. دي الخامه بعد كده حصل فيها تطور، بقت بتتعمل من السكر في مصانع الحلويات في باب الشعريه. حلويات المولد. نفس انا جربت ام السكر دي في شغل مره. اللي هي جربت اللي تعمل بالسكر دي مره في شغل. بس اللي بتتعمل من السكر
بتبقى تطلع فروست شويه، ما تطلعش شفافه زي دي، تطلع شويه مشبره مش كلير يعني، مش زي الازاز، وتطلع من غير قاعده، من غير القعر بتاع الازازه، لان طريقه التصنيع تحتم على اللي بيصنع زي الحصان يطلع مفرغ، يطلع ملوش قاعده من تحت. أيوة. والعروسه عشان هو بيصب من الحته الواسعه اللي هي القاعده بتاعت الحاجه. أيوة. فدي بتحتم على المخرج انه يصور من زاويه معينه ما يجيبش فيها قعر الازازه. لكن دي عندك فرصه تعمل قعر الازازه، وتقدر تحط فيها شويه سائل وينفع يبقى فيها شفافيه يعني عاليه عن اللي بسكر. والتكسير بتاعها يبقى شبه كمان بتاع مواد مشكله لازم تتصنع قبل التصوير وتتنقل في ايس بوكس، لان السكر بيلزق. اي جو لازم حر يفضل مش مظبوط، فتره النقل لازم ايس بوكس ولازم بتاع كده. عايزه وجع دماغ برضه. عملوا دلوقتي خامه سكر حلوه قوي وبتاع شفافه وكده، اللي هي كورن سيرب، او اسمها كورن سيرب، يعني اللي هو شراب الذره، سكر ذره يعني، سكر ذره. ده بيجي وبيتعمل زي شربات البسبوسه بالظبط برضه، وبيبقى قوامه اللزوجه بتاعته خفيفه شويه، مش زي السكر اللي هو السكر العادي اللي هو بتاع القصب او البنجر او بتاع. لكن حاليا البلاستيك ده ناتج التطور اللي حصل في صناعه البتروكيماويات مره. فاحنا خدنا البلاستيك بتاع البتروكيماويات ده اللي هو بيصبوا بيه التماثيل والتحف ومش عارف ايه، واكتشفت ان هو السمك ده المناسب للفازات والازايز والمساحات بتاع صغيره من الازاز الفلات في البتاع. فالخامات كل ما تقدر تعتمد على خامات محليه او موجوده عند اللي جنبك هنا وهنا، تقدر تواصل حتى التجارب او تواصل الشغل، او ما يحصلش عندك الدروب. طب واحنا بقى عشان نواصل هذا الجمال وهذه الصنعة المهمة والخطيرة، محتاجين نعمل ايه؟ يعني انا مثلا مشفق عليك انك مثلا في بعض الخامات انت بتقول لي بتروح تجيب لوح ب7,000 جنيه تقص منه حتتين تعمل بهم سكينة، وده اللي مطلوب منك. السلاح بتاع السكينة دي ده الدين بلاستيك ضد الكسر. اوكي، عملت 3 سكاكين في 3 مسلسلات ولا 6 سكاكين في 4، بس الواحدة بتعمل بايه؟ بيفضل عندك. هي دي مشكلة الصناعة، النوع ده من الصناعة. اه انا مضطر ان انا اجيب اللوح، لان هو ما بيتباعش اجزاء. ما تقدرش تروح تقول له اديني ربع لوح 10 متر 10 سنتي 10 سنتي وبيجي لوح كام 2 متر في 3 مقاس ضخم اصلا على استهلاكنا احنا ليه. فبالتالي عشان كده المنتج سعره غالي طبعا، لكن هو غالي لا يقاس على سلامة البني آدم اللي هتمشي السكينة على رقبته، واللي هتمشي السكينة مش عارف فين، اللي كأنها دخلت في بطنه او بتاع. فهي عيب الصناعه دي ان هي مش بتاعه انتاج كمي. يعني مثلا انا اقول لحضرتك السكينه الاصليه اللي هي نفس الشكل ده، المصنع بتاع السكاكين الاصلي بينتج في اليوم 10,000 سكين. لو كسب نص جنيه في السكينه الواحده كسبان كويس جدا، كسب 5,000 جنيه. انا يا ريت ابيع 10,000 سكينه طول حياتي في السينما من 40 سنه 20 يا سيدي. فطبعا دي احد المشاكل، ان ناس كتيره تقول لك طب وهو ليه الحاجات غاليه؟ لانه ما فيش انتاج كمي، يستهلك كل الخامات اللي انت بتدفع فيها فلوس كتير. ايوه. وطبعا انا عاوز اقول كمان نقطه مهمه، انت بتبيع فكره قبل ما تبيع خامه. هي ما بتحسبش انت حطيت فيها خامه ب5 جنيه وهنا خامه ب2 جنيه فتبقى 7 وخد 10 جنيه مصنعيه فتبقى ب20 جنيه. لا 10 جنيه مصنعيه دي هو الموضوع. لا هي فكره مين جاب ازاي جبت الخامه دي، لان انا اضطريت اشتري لوح ب7,000 جنيه عشان اجرب اصلا في الاول ينفع وما ينفعش، ممكن ما ينفعش. واخد بالك؟ فاروح اجيب لوح تاني روح التجريب اللي فيك دي. انا شايف ان هي يعني تقريبا هو ده النور اللي شايلك في الشغلانه دي، لان هي شغلانه تعتمد على التجريب. طب سؤال بقى، احنا هنا ايه المسافه اللي بيننا وبين الناس في هوليود مثلا في الشغلانه دي؟ هل فرق كبير ولا الامور بقت قريبه؟ لا هو فرق مش كبير. يعني انا متابع طبعا سكوت اللي هو الراجل ده اللي هو ابو التروكاش في هوليود، وهو يعني مشكورا بيعمل فيديوهات عن شغله طبعا، مش عن طريقه التصنيع بس، انا لاني في نفس التخصص اقدر اعرف هو صنعها ازاي. لكن هو عنده مساحه، اولا عنده سوق
لان طبعا السينما الامريكيه سوق هناك بتنتج للعالم كله. ايوه ده اول حاجه. فتلاقي عنده استهلاك للخامات ووراه مراكز بحوث تطور له الخامات اللي هو عاوزها. احنا بنشتغل بنفس الجوده والتفاصيل بتاعه السينما الامريكيه، بس بينقصنا شويه الخامات الزياده اللي هي عندهم، اللي هي منها خامات كتير غير قابله للشحن بتاع التصدير. تيجي في المطار هنا فيقول لك لا، اصل دي ممكن تكون بتدخل في في تصنيع نوع من حاجات محظوره يعني محظوره، فبتتمنع، او تستنى لجنه من وزاره الصناعه تيجي تعاين هي اللي الخامه دي تعاين ايه. وتسمح بيها او لا، تسمح. ففي وجع طبعا ده دماغ ياخد عشان وقت تجيب النوع ده. كتير، ياخد وقت كتير وفلوس كتير. ولو عاوز بقى انت طبعا هتجيب عينه، فلو عاوز بقى تجيب كميه هتدخل تاني في نفس الموضوع ده. فهو احنا بنشتغل بنفس الجوده، بدليل ان الحمد لله حتى الان ما فيش حد اتعور، ما فيش حد اتصاب. الحاجات جزء كبير منها ما هواش معروف للناس العاديه، في المتفرجين العاديين او المستمتعين بصناعه السينما اللي هم بيتفرجوا عليها. فبما ان في حاله رضا من الجمهور على الناتج النهائي ده، يبقى احنا شغالين على نفس المستوى. بس هو عاوزين شويه خامات. هتحتيك بس انت كمان قبل الجمهور انت عرفت انك بتعمل تيست على العيله، بتضحك عليهم. انا اولادي ومراتي تعبوا مني بصراحه. صح. طبعا لو تبقى عايز تعمل حاجه وعايز تشوف دي متصدقه ولا لا، فتعمل فيهم خصوصا مقلب في الاكل. فبقوا يا عيني لما بيفتحوا الثلاجه يروح عامل كده، عارف انت اللي هو بيلمس السلك عشان ما يكهربش، عشان يشوف اتكهرب ولا لا. لان اكيد هتلسعوا منك اكتر من مره يعني. طبعا لان انا محتاج حد جرب عليه. والاثنين المساعدين او الثلاثه اللي هم معايا في الاتليه عندي، ما هم شايفيني بصنعها، فمش هينفع تعمل عليهم تيست اول مره لكن يشوفها. كتير زملاء كتير من افراد الانتاج لما يجي ياخد سكينه مثلا، فبقى حاطط جنبي حته كيكه مثلا، فاقول له كل، لا والله لسه واكل بتاع. ما دام قال لا والله لسه واكل، يبقى هو مقتنع ان دي شكلها حقيقي. احلف عليه ياخد وياكل وبتاع، بعد كده نهزر وبتاع كمان. ده تيست مبدئي، ما حدش جالي النهارده وانا مش هبات قبل ما اعرف هي حلوه ولا لا. كبرانه معايا. اروح واخدها على البيت. بقى نصيبهم بقى. نصيبهم. طب في حاجه انا عرفتها عن حضرتك وانا يعني ممتن جدا لها وسعيد ومتشرف الحقيقه، انك على قد ما اسمك كبير في السوق وبيجي شركات الاعلانات وشركات اللي بتعمل دراما تتفق معاك وتؤمر بيها يا استاذ احمد وعايزين كذا يا استاذ احمد، انت بتروح تدي لطلبه المعهد السينما وفرق المسرح اللي هم الهواة الشباب الصغيرين، بتديهم الشغل ده مجانا محبه منك. انت مين اللي قال لك ده؟ انا بعرف عنك حاجات كتيره. والله بص، هو في التزام اخلاقي مع الطلبه بالذات، لان اذا ما احنا الكبار سنا ما ساعدناش الطلبه الصغيرين، مش هيطلع منهم، مش هيعمل الحاجه اللي هو بيحبها. اولا اللي انا مقتنع ان لازم كل واحد يعمل الحاجه اللي بيحبها اصلا. فلما بيجوا طلبه، الحاجات غاليه على انتاجهم هم الضعيف، لان هو بيعمل مشروع تخرج من فلوسه الشخصيه. فلازم اساعده انه يعمل مشروع تخرج زي ما هو حلم بيه وزي ما هو عاوزه، فياخد الحاجه اللي ما بتتكسرش وبص بياخدها يصور بيها ويرجعها. الازايز والحاجات الازاز والحاجات دي بتبقى 50%، لان دي مش هترجع تاني. واذا انا ليا بتاع نظره، لان انا لابس طبعا نظاره بتاع، فليا نظره ثاقبه شويه، بقدر اعرف هو يعني حالته دي عامله ازاي. بتاع ساعات كتيره بديها لهم فري يا حبيبي. الله يسعدك. ده لازم يسعدك. يعني زي ما احنا بنعمل كورسات مثلا فري برضه في اسكندريه. اللي انت بتعمله بقى في مهرجان اسكندريه للفيلم القصير ده، انا تقريبا دي من الحاجات اللي بتمنى طول الوقت تبقى موجوده في كل حاجه، انك انت بتشرب شباب جداد هذه المهنه بشكل علمي ومدروس، لدرجه ان عرفت انك اشترطت انهم لو خريج فنون جميله يبقى احسن، عشان نبقى موفرين كتير من الخبرات والتأسيس. يعني الموضوع الصعوبة دي محتاجة بقى تتنقل لناس علشان يبقى عندهم هذا الخيال اللي يؤديهم للمهن دي عشان يطلعوا الحاجات دي. صحيح. اللي انت بتعمله بقى في مهرجان اسكندرية للفيلم القصير، بتعمل ورش مع شباب جداد علشان يواصلوا هذا النوع. صحيح. الورش دي
كان عندك كام واحد مثلا؟ هو طبعا المهرجان كانوا عاوزين يجيبوا عدد كبير، بس عدد كبير هيبقى فيه يعني على فرد واحد بيدي ويدي وبيعلم بيبقى صعب. ففضلنا نقلل فيهم لغايه لما بقوا 6 افراد. 6 افراد كويس قوي على مدينه زي او محافظه زي اسكندريه، في ان هو يبقى عندهم قاعده لمصنعين التروكاج. ايوه. في حاله لما يكون هينتج فيلم، عاملينه فيلم قصير او فيلم مستقل او فيلم طويل هينتج في اسكندريه، فعندهم المصورين وعندهم المخرجين وعندهم مديرين الاضاءه وعندهم الكتاب والسيناريست والحاجات، كل معظم والملابس وكله موجوده، بس مش موجود حرفه التروكاج هناك. فبيضطر ينزل القاهره. طب ما احنا نساعدهم في ان يبقى عندهم قاعده من معظم التخصصات. فعرفانا ليه مهرجان اسكندريه، عشان كرموني السنه اللي قبل اللي فاتت وكان حفل جميل قوي. قدموا مين اللي قدم؟ واحد صاحبنا اسمه صبري. واحد صاحبنا ايه بقى المهم يعني. بس فانا ايه، هو المهرجان مشكورا عشان يحصل ربط بين المهرجان وبين البيئه المحيطه للمهرجان. فقلنا نعلم شباب بتاع دوت السكندري. المهرجان بيصرف على الخامات والماتيريالز كلها بتاعه التعليم والمكان وكل حاجه، وانت متبرع بالجهد والخبره والابداع وبيعلم. الله يسعدك. والسنه دي ان شاء الله لو لينا عمر هنعمل في الاكل الصناعي، لان برضو في جزء كبير من الفود ستايلست اللي هم الجماعه اللي هم بيعملوا الاكل اللي شكله حلو، مش الاكل اللي يتاكل، لان هو في فرق بين الفود ستايلست وبين الشيف. الشيف يعمل اكل يتاكل، الفود ستايلست يعمل اكل شكله حلو. فالجماعه دول عشان ينزلوا القاهره ياخدوا يدرسوا او يتعلموا الاكل الصناعي ده تكلفه كتير، وشغلهم مش زي الجماعه اللي في القاهره، فهم كمان ماديا مش قد كده. فالمهرجان مشكورا قال خلاص انا هتكفل، هو هيتكفل المهرجان بالخامات وانا هتكفل بالمجهود. والسنه دي ان شاء الله في مهرجان اسكندريه هنعمل برضه ورشه عن الاكل الصناعي للفود ستايلست اللي هم من اسكندريه. تخيلوا يا جماعه الاستاذ احمد عرابي بيروح يدي للطلبه دروس اهو ببلاش، وطلبه المعاهد اللي عايزين يعملوا مشروع تخرج بيروح يديهم الحاجات ببلاش دعما منه لهم، علشان وحتى قال كلمه حلوه قوي، قال اساعده يحقق اللي كان بيحلم بيه. ودي ما تجيش غير من واحد حابب وفنان. في نفس الوقت الاستاذ احمد بيتعرض عليه من جماعه بتوع التيك توكرز، عارفين بتاع التيك توكرز اللي بيعملوا فيديوهات اياها دي، انه عايزين منه شغل عشان يعملوا بيه افيهات برضو على قدام الفيديوهات بتاعتهم، وعارضين عليه مبالغ مهوله. وكان برد عليهم ويقول لهم دي حاجه تخص السينما بس. استاذ احمد شرفتني ونورتني ونورنا ربنا يعزك اللي بيتفرجوا علينا قد ايه الشغلانه كبيره ووراها علم ومجهود ودراسه ضخمه جدا. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ احمد، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب كل سنه وانتم طيبين، متشكرين جدا على الوقت الجميل ده. رمضان كريم.